الزمالك عنده اختبار صعب جدا جدا في مباراته امام الترجي التونسي في دوري ابطال افريقيا، وتقريبا دي الفرصه الاخيره للزمالك اللي من المفترض والطبيعي ان هو يستغلها بشكل كويس ويحاول يغتنم المباراه، خصوصا ان اللقاء هيتلعب في مصر وسط جمهوره وعلى ملعبه، وان 3 نقط هتفرق معاه بشكل كبير جدا، يبقى عنده 4 نقط في المجموعه ويبقى زيه زي المريخ، وينتظر بقى المواجهات المباشره اللي هتكون ما بينه وما بين المريخ بعد كده، وما بينه وما بين شباب بوليسداد اللي هتتلعب في الجزائر. ومن هنا كل جماهير نادي الزمالك مترقبه الشكل والطريقه والاداء اللي هيشتغل بيه فيريرا بالنسبه للمباراه. مباراه هتكون صعبه، فريق الترجي واحد من الفرق القويه اللي موجوده في شمال افريقيا، اللي بيعرف يلعب كوره كويسه جدا وعنده كفاءات عاليه قوي في كل الخطوط. خط الظهر عنده لعيبه بتمتاز بالقوه وبتمتاز بالسرعه وبتمتاز بالمعدلات البدنيه العاليه، وفي نفس الوقت وسط الملعب معدلات جري كتيره جدا، ولعيبه بتعرف تطلع بالكوره تحت ضغط بشكل سليم، وفي نفس الوقت بيقدروا يترجموا الكلام ده لتحولات هجوميه مميزه عن طريق الجزء الامامي اللي فيه بقى حمدي الهوني، وفي لعيبه كتيره جدا برضو عندها سرعه وعندها مهاره، وبيعرفوا ان هم يخلقوا لنفسهم فرص بشكل كويس جدا. مشكله نادي الزمالك السنه دي، يعني انا بشوف من وجهه نظري ان هي مشكله فيريرا قبل ما تكون مشكله لعيبه ومشكله اداره ومشكله اي حاجه تانية. ليه؟ لان فيريرا السنه دي مش بنفس الكفاءه الفنيه بتاعت السنه اللي فاتت، وده بيجي من الاختلاف في الاسلوب اللي بيشتغل من خلاله فيريرا على مدار الموسم. انت النهارده لما تيجي تبص على نادي الزمالك وتيجي عايز تقيم الفرقه او تبدا تعمل احصائيات وتجمع شغل الفرقه، تبص تلاقي ان الزمالك بيلعب من غير اسلوب ولا سيستم لعب. الزمالك النهارده كل شويه بيلعب بطريقه لعب مختلفه، مره يلعب 3-4-3، مره يلعب 4-2-3-1، مره يلعب 4-3-3، ودي الطريقه يعني تقريبا المعتاده بالنسبه للراجل، على الرغم ان هي طريقه غير مناسبه لامكانيات اللعيبه اللي موجوده، وتحديدا لعيبه وسط الملعب اللي بيتم توظيفها بشكل غلط جدا. عشان كده بتلاقي ان الكفاءه الفنيه بتاعتهم في الملعب والانتاج بتاعهم اقل من ما تتوقع او من ما الجمهور منتظر منهم، فبالتالي لازم فيريرا يبدا يعدل الحته دي، لازم يرجع يلعب 3-4-3 الصريحه او يلعب 4-4-2. طب لو لعب ب 3-4-3 هيبقى الشكل عامل ازاي؟ يلعب بالونش لعيب في قلب الملعب بالنسبه للسنتر باكات، طبعا محمد صبحي، يحط ناحيه اليمين هنا حمزه المسلوسي، وناحيه الشمال هنا حسام عبد المجيد، واثنين في عمق او في قلب الملعب بالنسبه للدايره يحط نبيل عماد دونجا ومحمد اشرف رؤى او رؤى وعمرو السيسي، اي حد من الثلاثه لو لعب في الاثنين اللي في وسط الملعب هيبقى كويس، عكس ما تلعب بثلاثه ويلعب هنا احمد ابو الفتوح ويحط هنا سيد نيمار، ويلعب على الطرف ناحيه اليمين احمد سيد زيزو، وناحيه الشمال سيف الدين الجزيري، ويلعب مهاجم ناصر منسي. الزمالك لو لعب كده هيحل مشاكل كتيره جدا. اول حاجه في المشاكل دي ان هو هيامن خطوط الدفاعات بتاعته بشكل كويس جدا، ان دايما عنده 3 في خط الظهر بيامنوا ال4 اللي قدامه، وبيدي حريه كامله لباكات الطرف اللي عندهم امكانيات فنيه وسرعات ومهاره كويسه جدا. فمن خلال الكلام ده تقدر تشكل جبهه عن طريق سيد نيمار والسرعات اللي عنده والزياده اللي بيعملها، وعن طريق هنا احمد سيد زيزو، وتبقى هنا برده بتدي حريه كامله لزيزو، وما بتجبروش ان هو يرجع يعمل ارتدادات دفاعيه 30 و40 و50 متر كل 3 4 دقائق. وفي نفس الوقت تقدر تعمل برده الزياده اللي بيعملها ابو الفتوح، وتستغل المهاره وتستغل السرعه والثقه اللي موجوده عنده مع وجود سيف الدين الجزيري بالسرعات والكفاءه الفنيه والجوانب الهجوميه اللي موجوده عنده مع وجود ناصر منسي. هتحل امور كتيره جدا، وان انت دايما بتبقى مامنهم باتنين في وسط الملعب بيحضروا اللعب وبيعملوا لك استحواذ بشكل كويس. والطريقه دي هتخدم برضو الزمالك، ان انت لو الكره اتقطعت منك هتقدر ترجعها بسرعه. ليه؟ لان في كل الخطوط عندك كثافه دفاعيه. على الاقل الكره لو من ناحيه اليمين هتلاقي هنا زيزو بيكمل وناصر منسي هنا، وهنا سيف الدين الجزيري، ومعاه باك من الباكات اللي هو سيد نيمار بيطلع عشان يكمل ويعمل كرات عرضيه او كروسات. هتبص تلاقي بيميل عليه لعيب من وسط الملعب بالشكل ده، هتلاقي دونجا او رؤى بيميل عشان يغطي بالشكل ده، هتلاقي حمزه المسلوسي بيطلع في المنطقه دي، هتلاقي الونش بيجي كده، هتلاقي حسام عبد المجيد بيرحل كده، هتلاقي ابو الفتوح دخل في نص الملعب بالشكل ده. فانت اشتغلت بلوكات بطريقه ممتازه، وفي نفس الوقت قفلت على كل المفاتيح. يعني حتى لو في فرقه زي الترجي تعرف تطلع بالكوره زي سان داونز كده من تحت بشكل كويس تحت ضغط، هم مش هيقدروا. هيضطر يعمل ايه؟ يعمل كرات طوليه هتبقى كلها بتاعتك. ليه؟ لان انت واقف ومتمركز بشكل سليم. نفس الكلام الناحيه الثانيه، لو انت مضغوط هتلاقي الثلاثه دول بينزلوا في ال30 متر الاخرانيين بتوع الملعب بالشكل ده، وهتلاقي الاثنين بتوع وسط الملعب الميد فيلدر او الاثنين الارتكاز موجودين بالشكل ده باستمرار، وباكين الطرف اوريدي معاك بالطريقه دي. وعلى الاقل واحد من الثلاثه دول بيرجع، على الاقل. مش هقول لك الثلاثه بيرجعوا لان الثلاثه مش هيرجعوا مره واحده، على الاقل واحد من الاثنين. شوف البلوكات اللي انت عاملها،
مفيش كرة هنا تلاقي الراجل ده بيطلع يقابل، وده بيجي في ظهره، وده بيميل عليه، وده بيروح كده، وده بيروح كده، وده بيميل عليهم، وده برده بيغطي بالشكل ده. مع وجود الراجل ده في وسط الملعب خلاص البلوكات كلها اتعملت، مستحيل حد يخترقك بالشكل ده. فمن خلال الشكل ده بمجرد ما بتقطع انت عندك الكفاءة وعندك الامكانيات والقدرات الفنية والبدنية اللي تساعدك ان انت تعمل تحولات هجومية مميزة. ليه؟ لان عندك باكين طرف كويسين، نيمار لما بيطلع، وابو الفتوح لما بيطلع، وسيد زيزو لما بينطلق، وسيف الدين الجزيري لما ينطلق بالسرعه، وهنا ناصر منسي لما بيطلع، والاثنين اللي في وسط الملعب بيرتكزوا كده. فهتلاقي على طول دايما انتشارك بيكون سريع في منطقه وسط ملعبك، والكره معاك باستمرار. وطول ما انت الكره معاك، طول ما هيبقى عندك استحواذ، وطول ما الاستحواذ معاك، هتقدر ان انت تخلق لنفسك فرص هجوميه بشكل مستمر، وده بيعمل ضغط على طول على الفريق المنافس.